اليوم قلت لهم رايحين تاكلوا تبكيوا من البنه، بصح ما كانش على بالهم بلي رايحين يبكيوا من الحار. جانا شويه برد وقلت لازم ندير صفيتي بوس عادي ولا مسيلي حار على اصوله. تبعوا معايا. اول حاجه جبت سميد سوسيمي الناعم اللي يعطيني كسره بزاف هايله، ديت منه 2 كيلات معمرين، فرختهم كما راكم تشوفوا وملحتهم، فرغت عليه الماء وبديت نعجن عادي كما راكم تشوفوا، ما فيه زيت ما فيه حتى حاجه. عجنته شويه وغطيته وخليته يرتاح. في هذا الوقت جبت الخضره اللي نحتاجها في صفيتي واللي هي طماطم فلفل حار والثوم، حطيتهم يتشوا ورجعت للكسره تاعي فتحتها كما راكم تشوفوا وبديت نطيب فيها. وهذه الكسره ما تجيش مبسسه كما الرخسيس، تجي مشلفطه. هنايا كنت نقشر في الخضره تاعي وفي نفس الوقت نطيب في الكسره مع تكون سخونه نروح نفتتها كما راكم تشوفوا باش تتفتت معايا بسهوله. وكي نكمل منها نروح نجيب 2 كاسرول ندير فيهم الماء سخون. اول وحده نحط فيها طماطم اللي كنت شويتها، نزيد عليها لا طوماط كونسونطري مع العكري الحار ونحطها على النار تغلي. وثاني وحده ندير فيها فلفل قناوه وكي يطرى نرحيه ونبدا نزفط ونحط الثوم المشوي مع الفلفل الحار ونهرسهم مليح حتى يطراو. بعدها نزيد لاصوص تاع الطماطم اللي كنت درتها ونكمل نهرس. بعدها نزيد لاصوص اللي تقتل بالحار مع الدبشه ونزيد الكسره ونبدا نزفط نهرس ونزيد لاصوص ونكمل نهرس، ومع الاخر رشه زيت زيتون ولا دهان. وصدقوني بنه عظيمه رايحين تاكلوها. اللي ما جربوش من قبل نقول لك لازم تجربوه. وهذا ما كان.